شرفت بيكم والله. طبعا معايا 2 فنانين كبار جدا. الاستاذ اشرف طبعا من الناس الامريكان اللي مقيم في امريكا، هو مصري امريكاني. ومدام ريم بسم الله ما شاء الله من الناس اللي هي باعة طويله جدا في عالم الريزن والشغل الهايل، وكلنا بصراحه يعني في سوق الريزن بنتعلم وبنستفاد منها. احنا عملنا الحوض ده امبارح. طبعا انا عملت الحوض ده انا والمدام ريم. في الحقيقه هي بذلت مجهود كبير جدا، والحمد لله الحوض طالع حلو، وان شاء الله بكره نفكه. بس احنا قلنا بقى ايه زياده تاكيد كده، هو مش محتاج قميص، بس قلنا نعمل له قميص. القميص ده انا الغرض ان انا اطلع النهارده ومعايا الاستاذ اشرف مدام ريم ان احنا نتعلم مع بعض ازاي نعمل القميص ده. بوليستر، هنحط ال 100 جرام بوليستر، 200 زي ما احنا عايزين. هبدا ب 100 جرام بوليستر، وده الفايبر جلاس، وده الفايبر جلاس اهو. الاول كده يعني هعمل ايه، هقطع كده حتتين فايبر جلاس. هقطع حتتين فايبر جلاس، يعني اي مقاس عشوائي، انا مش بدق قوي طبعا عارفين. والناس تعرف حضرتك ان الناس كلها مبسوطه مني، بس في ناس قليله قوي تعمل ايه بقى، الناس الحاقدين يقعد يقول لك ايه ده بيقول معلومات غلط. طب لما انا بقول معلومات غلط امال مين اللي بيقول معلومات صح؟ اهو ادي الفايبر جلاس، عملت حته ودايما انا بكون حريص كده بجهز حالي في الاول. واهو ايه رايكم؟ الناس اللي زعلانه اللي عشان بطلع دايما اقول ايه كل حاجه سهله، والله العظيم يا جماعه كل حاجه سهله ومفيش حاجه صعبه جدا. انا حطينا ال 100 جرام بوليستر اهو، هنبدا ب 100. ايه رايكم؟ ادي ال 100 جرام اهو، ادي 100 جرام بالظبط اهي. وبعد كده المصلب بنحط بقى ايه 2% 3% حاجه كده لا تذكر. اهي 2% مصلب كفايه. وهبدا هقلب الشويه دول كويس اهو. قلبت، هات لي عصايه بعد اذنك يا احمد. قلبت كويس. طبعا ده غير الريزن نقعد نقلب 15 سنه. الموضوع سهل. وهعمل ايه بقى، هروح مدي وش هنا اهو دهنه كده اكن بدهن لاكيه مغسول. حلو. طبعا حضراتكم عارفين ان انا بسهل كل حاجه، وهي فعلا كل حاجه سهله. ادي اديت وش. طبعا انا عزلت الاول عشان ما يلزقش. عزلت القالب كويس. انا اديت وش واروح مدي، ولا تشغل بالك ايه المشكله يعني. اهو ماشي. ورحت مدي كده. ايه رايكم يا جماعه؟ القميص انا هعمل قميص فين اهو. كويس. ادي اول طبقه بالنسبه للفايبر جلاس. وبعد كده حطينا دي اهي. ايه رايكم؟ الموضوع صعب؟ ايه رايكم لو انا قلت لكم ان كده الموضوع خلص؟ بس لا، هنعمل ايه بقى؟ احنا كده ادينا اول طبقه فايبر جلاس، هندي طبقه تاني من فوق، وبعد كده هندهن وكمان طبقه، وندي كمان طبقه، وندهن وندي طبقه ثالثه، وندهن وندي طبقه رابعه، وخلص الموضوع من جوه ومن بره ومن كل حته. بس خلاص. ده بعد ما ينشف هيسبورت اللي انت هيبقى ناشف بقى متصلب. بعد ما هينشف خلاص هيبقى ناشف فايبر جلاس. هيسبورت اللي انت اشتغلت. انا كنت عامل 100 اهو. لا ما هو بالفرشه. بص اهو 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 اهو. يلا بقى كده يا استاذ اشرف اعمل لنا دول. احنا كنا عاملين 100 جرام، تعمل لنا 100 جرام تاني او 200 جرام زي ما انت عايز. انا ما عنديش مشكله في حاجه ابدا. هنكرر الموضوع ده مره واثنين وثلاثه. وبعد ما نخلص هنفك القالب ونطلع منه القميص. بس مهم جدا واحنا بنفك القميص يا استاذ اشرف نعلم القالب مع القميص عشان لما نيجي نركبهم في بعض يكونوا ايه في نفس المكان. وهو ده كده الفايبر جلاس، وهو كده ده القميص. وكل اللي عايز حوض يتواصل معايا
او مع المدام ريم. هي المدام ريم يا جماعه بتعمل قوالب ممتازه وقوالب حلوه جدا، وطبعا في شغل الريزن انا ما شفت زيها. فلو حد حابب يعمل قالب او شغل ريزن يتواصل معاها، تليفونها جنب تليفوني في البوست ده. شكرا لكم والى اللقاء. اشرف شندي.